ده جون مارستون. You were as my brother. I've come to try to save you. الراجل كان خارج عن القانون وكان عضو مهم جدا في عصابة اسمها فاندرلاند، والمفروض انه ساب عالم العصابات والإجرام خالص عشان يكون عيلته ويكمل حياته في سلام. I have a son. I had a daughter, but she died. بس للأسف مش بيعرف ياخد الخطوة دي عشان هو واقع في مشكلة كبيرة، والمشكلة دي عيلة جون بتبقى اتخطفت من ناس أعضاء في الحكومة الفيدرالية، واللي أمر بخطفهم واحد اسمه إدجار روس. So calm down and play along with us. Where's my wife? وده يبقى أكبر عضو في الحكومة الفيدرالية كلها، وبيكون خطف عيلة جون عشان يجبره إنه يقتل أعضاء عصابته القديمة مقابل إنه يرجع له عيلته وبعدها يعيش حياته في سلام زي ما هو عايز. وأعضاء عصابته دول يبقوا بيل ويليامسون. Send someone just a little bit more impressive next time. وخافير إسكويلا. I heard you was coming. You took your time, no? وداتشي فاندرلاند. Well, that sounds like a beautiful plan, John. ومرحبا بك يا صديقي في الحلقة الأولى من Red Dead Redemption 1. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. بس قبل ما نبدأ ما تنساش ان انت تعمل لايك عشان ده فعلا بيساعدنا على الانتشار، ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. It is my gift to you for all your help, senor. وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده Let's go. بتبدأ الحكاية بجون وهو نازل من سفينة في مدينة اسمها بلاك ووتر، وبيبقى معاه 2 من الحكومة الفيدرالية عشان يوصلوه بنفسهم للقطر اللي هياخده للمدينة اللي فيها أعضاء عصابته القديمة عشان يخلص عليهم ويحرر عيلته. وبعدها بيركب القطر وبيوصل مكان اسمه أرماديلو، والمفروض إن ده المكان اللي هيبدأ منه رحلة البحث عن أعضاء عصابته القديمة عشان يخلص عليهم. وأول ما بيوصل هناك بيروح على بار عشان يقابل واحد اسمه جيك، وجيك ده المفروض اللي هيساعده إن هو يوصل لمقر أول واحد من عصابته القديمة، والمكان ده يبقى فورت ميرسر. وده مكان عبارة عن حصن عسكري قديم مهجور في قرية صغيرة اسمها نيو أوستن بتبقى جنب أرماديلو، وبتبقى زي مخبأ للعصابات. والمفروض إن الحكومة الفيدرالية معينة جيك إن هو يوصله للمكان ده عشان معروف في المدينة إن هي منطقة خطر. المهم إن جيك بيوصل جون لحصن فورت ميرسر وبعد كده بياخد بعضه وبيمشي، وهناك بنقابل أول واحد المفروض جون يخلص عليه وهو بيل ويليامسون. You always were one for fancy words. وده كان زميل جون زمان في عصابة فاندرلاند، وجون كان بيعتبره زي أخوه، وبنعرف إن هم أصحاب من صغرهم وتربوا وكبروا مع بعض. بس مع الوقت وبعد ما الزمن فرقهم، بيل عمل عصابة لوحده مع حاله ومش شغال مع حد. المهم إن جون بيبدأ إن هو يتكلم معاه، وبنعرف نية جون إن هو جاي ومش عايز يقتله، وبيحاول يفهم بيل إن الحكومة الفيدرالية عايزين يجبرونا إن إحنا نخلص على بعض، وبيقولوا إنهم لازم يتحدوا مع بعض عشان يخلصوا عليهم. بس بيل بيبقى مش مصدقه وبيقول له يمشي من هنا بدل ما يقتله، وبيبان على بيل قوي ان كلامه نابع من الغيره اللي هو بيغير من جون. المهم انهم بيفضلوا يسخنوا على بعض في الكلام لحد ما في الاخر واحد من رجاله بيل بيضرب جون بالنار، وبعدها بيسيبوه وبيدخلوا الحصن بتاعهم وهما بيضحكوا عليه، وجون بيفضل مرمي على الارض وسايح في دمه. وبعدها بكام ساعه بتعدي بنته ومعاها واحد وبيشوفوا جون وهو سايح في دمه، فبيشيلوه بيحطوه معاهم في العربيه وبيمشوا. وبعدها بيومين جون بيفوق وبنبدا نتعرف على البنت دي، وبنعرف ان اسمها بوني ماكفارلين. ميس بوني ماكفارلين. ودي بتبقى من عيلة اسمها ماكفارلين، واللي بيبقى عندهم مزارع كتير باسم عيلتهم في قرية نيو أوستن. المهم ان جون بيعرفها بنفسه وبيحكي لها حكايته، وهي بتبقى مصدومة انه يعرف بيل ويليامسون عشان معروف عنه في المدينة ان هو راجل خطر وكده. المهم ان هما بيقعدوا يتكلموا مع بعض شوية، وبعدها هو بيشكرها ان هي انقذت حياته، وهي بعدها بتاخده لفة بالحصان عشان تعرفه على المدينة، وهو بيعيش معاهم شوية وبيشتغل معاهم في المزرعة كنوع من انواع رد الجميل. وفي الفترة دي بيكون اتعرف على باباها وعلاقته بالعيلة بقت كويسة. I'm grateful for the hospitality, sir. وبوني وجون بيبقوا صحاب، وجون بيبدأ ان هو يعرفها على نفسه اكتر، وبنعرف منه ان هو متجوز وعنده ولد وبنت، بس بنته اتقتلت، والمفروض ان دلوقتي باقي عيلته اتخطفت، وهو مجبر ان هو يعمل حاجة هو مش عايز يعملها، وبيبقى قصده ان هو يدور على اعضاء عصابته القديمة عشان يخلص عليهم. وبوني لما بتسمع قصته كاملة بتتعاطف معاه، وجوني بيشكرها على ده. My word. What a difficult life you've lived. المهم ان جون بعد كده بيرجع تاني على أرماديلو وبيروح على مركز الشرطة، وهناك بنتعرف على مارشيل جونسون مدير المركز والمسؤول عن حماية أرماديلو، يعني حاجة زي الضابط المسؤول عن المنطقة وقتها. وجون بيعرفه بنفسه وبيقول له انهم عندهم عدو مشترك اللي هو بيل ويليامسون، وبيعرض عليه انهم يتحالفوا ويحطوا ايديهم في ايدين بعض عشان يخلصوا عليه.
بس مارشيل جونسون بيبقى رده عليه ان العالم كله عنده مشاكل، وان مهمته هنا انه يحمي المنطقه من الاوباش والمجرمين وقطاعين الطرق اللي بيهددوا امن المنطقه. وبنفهم من كلامه انه بيطارد ناس كتير هنا، والمدينه فيها ناس كتير خارجه عن القانون وما ينفعش انه يغفل عنهم، اللي هو اخلع دلوقتي عشان عندي زحمه بس بالطريقه. بس جون بيطلع ذكي وبيعرض عليه برضه بالطريقه انه يساعده في شغله كتير قوي ده، وفي نفس الوقت اللي هو بيساعده فيه بيشوفوا طريقه يظبطوا فيها مع بعض موضوع بيل ويليامسون. ومارشيل جونسون بيبان عليه ان الفكره عجبته وبيوافق على كلام جون. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. وفعلا جون بيبدأ يساعد مارشيل جونسون انه يقبض على الناس الخارجين عن القانون، واول واحد يبقى اسمه والتن، وبنعرف انه قاتل معروف في المدينة ومطلوب للعدالة من بدري. وجون بيراقبوا مع مارشيل جونسون وبيعرفوا مكانه وبيخلصوا على رجالته وبيقبضوا عليه. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? وفي نفس الفترة دي بنتعرف على واحد اسمه إيلاي، وده يبقى المخبر بتاع مارشيل جونسون. وبنعرف من إيلاي ان في واحد اسمه مستر جالتش واقع في مشكلة كبيرة، والمشكلة دي ان مستر جالتش بيبقى عامل كامب في الجبل ومعاه الناس بتاعته اللي المفروض ان هم الحرس بتوعه في المعسكر. وإيلاي ده بيبقى شاكك انهم مش الحرس بتوع مستر جالتش، وانهم ناس من عصابة اسمها بولارد توينز على شوية من عصابة المكسيك. فمارشيل جونسون بيروح عشان يشوف الموضوع ده، وطبعا جون بيروح معاهم. ولما بيوصلوا بين الجبال إيلاي بيطلع شكه في محله، وبنكتشف انهم فعلا ناس من عصابة بولارد توينز والمكسيك، وبيبقوا محتجزين مستر جالتش كرهينة. فمارشيل جونسون بيبدأ ان هو يهجم عليهم، وجون طبعا بيساعدهم انهم يخلصوا على افراد العصابة، وبيمسحوا المكان كله لحد ما بيحددوا مكان مستر جالتش، وبينجحوا في الاخر انهم يحرروه. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. بس في نفس الوقت ده بنعرف من إيلاي ان في واحد اسمه مستر ويست ديكنز، واللي بيبقى معروف عنه انه راجل بيلف امريكا كلها وبيبيع نوع زيت معين المفروض انه بيعالج الناس من الامراض. وبنعرف من إيلاي ان الراجل ده واقع في ورطة كبيرة ومحتاج حد يساعده، عشان في ناس قطعوا عليه الطريق وسرقوا الحاجة اللي معاه وضربوه. فجون بيستغل الموقف ده وبيروح ينقذ مستر ديكنز عشان يوسع دايرة معارفه على امل انه يجمع اي معلومات تفيده في رحلته، خاصة ان مستر ديكنز ده راجل بيسافر كتير، وجون ممكن يحتاجه عشان لسه بيدور على ناس تانية غير بيل ويليامسون. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. المهم ان جون فعلا بيروح ينقذه وبيحميه من قطاع الطرق، وبيوصله الارماديلو عشان يوديه للدكتور. ولما بيوصله مستر ديكنز بيشكره وبيقول له انه شهمه واستجدعه، وبيقول له انه مديون له عشان انقذ حياته. وبنعرف ان مستر ديكنز هيكون مرحب جدا لو جون حب يطلب منه اي مساعده في اي وقت. وجون بيرحب باللي قاله مستر ديكنز، والاتنين بيبقوا صحاب. I owe you, sir. And I always pay my debts. المهم ان جون بعد كده بيرجع لمارشيل جونسون تاني المركز عشان يتكلم معاه في موضوع بيل ويليامسون. بس بنشوف مستر جونسون متوتر ومستعجل، والاجواء بتبقى مكهربه. وبنعرف ان جاله بلاغ عاجل عن مذبحه حصلت في قريه صغيره اسمها ريدجوود على ايد ناس من قطاع الطرق. وبيقول لجون انا عارف انك ساعدتني كتير وانك مستني مني ان اساعدك، بس انا دلوقتي في ورطه كبيره ومحتاجك تساعدني عشان معيش رجاله كفايه. فجون لما بيشوف الكلام جد قوي كده فبيضم عليهم وبيروح معاهم عشان يساعدهم. Will you ride with us? All right. وفعلا كلهم بيتجهوا على قرية ريدجوود، وبيفتشوا في القرية لحد ما بيلاقوا اسطبل معمول فيه مذبحة من سكان القرية. وبتظهر لهم واحدة وبتبقى منهارة من العياط من القرية، وبتقول لهم ان في قطاع طرق كتير دخلوا بيوت الناس واحتجزوهم كرهائن لما عرفوا ان انتوا جايين. فجون والرجالة بيبدأوا يفتشوا في البيوت لحد ما بيخلصوا على كل قطاع الطرق اللي مستخبيين في القرية. وبعد ما بيقبضوا عليهم كلهم، الستات اللي في القرية بتبدأ ان هي تهزق مارشيل جونسون عشان هم كحكومة بياخدوا منهم فلوس بس مش بيحموهم. فالكلام بيوجع مارشيل جونسون، وبيقرر ان هو في الاخر يدور على بقية قطاع الطرق ويقبض عليهم. You're just a man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. What is wrong with this country? وفعلا بيبدأوا يتحركوا، ومستر جونسون بيبقى شاكك ان اللي عمل كده يبقوا رجالة من عصابة بيل ويليامسون. وبنعرف انهم هيتجهوا على ميرسر، المنطقة اللي فيها الحصن بتاع بيل ويليامسون. وجون بيبقى متحمس جدا انه ممكن يقابل بيل وش لوش تاني، وبيشوفوا ان دي فرصتهم انهم يخلصوا عليه مع بعض. وفعلا بينطلقوا على هناك لحد ما في نص السكة بيظهر لهم بيل ويليامسون من فوق الجبل، وبيهدد جون انه ياخد الناس اللي معاه ويمشوا بدل ما يقتله. بس جون بيستهتر بكلامه وبيقول له انه اصلا مش راجل وما يقدرش يعمل حاجة، وبيقول له كمان انه الاول ما كانش عايز يقتله بس دلوقتي غير رأيه. وبتدور بينهم حرب بالسلاح، وكل واحد بياخد له مخبأ، والاتنين بالرجالة اللي معاهم بيفتحوا النار على بعض، والدم بيبقى للركب. فهل في اعتقادك ان في الاخر جون فعلا هينجح ان هو يخلص على بيل ويليامسون، ولا بيل هيعلم عليه تاني ويضربه بالنار زي ما عملها معاه في الاول؟ فايه بقى اللي هيحصل، وهم هيعملوا ايه، ومنين معاهم بيودي على فين؟ ده اللي هنعرفه الفيديو الجاي. واستنونا كل يوم سبت واربع الساعة 8 بتوقيت مصر مع سلسلة Red Dead Redemption 1 و 2.
وشكرا لو وصلت لحد هنا في الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك، ولو عجبك قوي ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عجبك قوي فعليكوا على الكومنتات بقى بص انا ماشي بعلاج. وما تنساش تتابعني على انستجرام، هو معلهوش صور بس على طول هناك بنعمل استطلاعات رأي عن الحلقات اللي هتنزل في المستقبل. وبس كده، سلام.